انيون، عاملين ايه؟ قلت لكم في الفيديو اللي فات اني هعمل لكم فيديو عن خطاب النية. 90% من الناس بترفضوا بسبب خطاب النية، وده لانهم مش كويسين. لا، هم كويسين ولكن بيكتبوا خطاب نية ضعيف، بيبقى فيه مشكلة في خطاب النية، فللأسف بيترفضوا بسبب خطاب النية. في الفيديو ده بقى هحاول معاكم ان احنا نعرف نعمل خطاب نية نتقبل من خلاله على اي منحة. فكتبت كل التفاصيل هنا عندي على نوتة وهشوف من خلالها واشرح لكم برضو على خطاب النية. خطاب النية، الخطاب ده ببساطة انت بتكتبه علشان تشرح لهم انت مناسب للمنحة دي ليه. دي مش سيرة ذاتية او قصة حياتك، لا، هي اجابة عن سؤال هنختارك انت ليه. فالخطاب ده زي ما قلت لكم بتكتبوا فيه وبتشرحوا فيه ليه انتوا مناسبين للمنحة دي. الخطاب بيتقسم ل3 اجزاء: المقدمة، الخطاب نفسه اللي هنكتبه، والخاتمة. في المقدمة هتعرف نفسك بسرعة وتوضح انت بتقدم في انهي منحة وايه هدفك من المنحة دي. يعني على سبيل المثال انا نور، طالبة مهتمة بمجال الذكاء الاصطناعي وبقدم على منحة JKS الكورية. المنحة دي اللي مش عارفها انا عملت لكم فيديو عنها، لازم تراجعوا الفيديوهات اللي انا بعملها، اتكلمت عنها يعني. وبقدم على منحة JKS لان حلمي اني ادرس في كوريا واكون باحثة في المجال ده. ايه اللي خلاك تختار المجال ده؟ وايه هي انجازاتك اللي بتدعم اختيارك ده؟ وازاي هتستخدم الدراسة دي في المستقبل؟ وليه المنحة دي بالذات؟ ده كل الشرح اللي المفروض ان انت هتكتبه في الخطاب، فلازم تركز فيه. ايه اللي خلاك تختار المجال ده؟ ايه الانجازات بتاعتك اللي بتدعم اختيارك ده؟ ازاي هتستخدم الدراسة دي في المستقبل؟ وليه اخترت المنحة دي بالذات؟ يبقى احنا قلنا اول حاجة المقدمة، قلنا الجزء بتاع الخطاب، تاني حاجة هنيجي بقى لتالت حاجة وهي الخاتمة. في الخاتمة ركز على انك تختم بجملة قوية تثبت انك الشخص المناسب للمنحة دي. طيب هنختم بجملة ايه مثلا قوية؟ زي مثلا جملة انا هنا هقولها لكم على سبيل المثال: انا مؤمنة ان دراستي في المجال ده هتكون نقطة انطلاق لاثر ايجابي في مجتمعي. المنحة دي هتكون مثلا الخطوة الاولى لتحقيق ده. يعني لازم تختم بكلام بيعبر عنك. وخد بالك ما تنسخش من جوجل، يعني ما تروحش تسأل جوجل وتجيب وتكتب علشان هما بيعرفوا ده. لازم تكتب كلام بيعبر عنك. يعني في الخاتمة او المقدمة او الخطاب نفسه لازم تعبر عن نفسك، بتشرح بنفسك، ما تستنسخش كل حاجة من جوجل. ففي الخاتمة بتكتب جملة قوية تثبت فيها انك الشخص المناسب للمنحة دي. تعالوا بقى اقول لكم على اخطاء اللي بنقع فيها وبتخلينا نترفض بسبب خطاب النية. طيب هي ايه الاخطاء دي يا نور؟ في اخطاء بتتكرر بتخلي ناس كتير تترفض، زي انك بتكتب كلام عام جدا: انا طموحة، انا بحب العلم. انت مش بتعبر عن نفسك. لازم تشرح للمنحة دي، لازم يعني ما تجيبش كلام كله بيقوله، لازم تعبر عن نفسك عشان انت تبقى مميز عندهم. انك تعمل كوبي بيست من جوجل ما ينفعش، بجد ما ينفعش ان انت تبقى بتكتب خطاب وبتعبر فيه عن نفسك، ليه اخترت المنحة دي، ايه الهدف من المنحة دي، وتروح تسأل جوجل وتروح تاخد من على جوجل وتنسخ لهم كده، تعمل لهم كوبي بيست. هم هيعرفوا ده. لازم يكون طبيعي بلمستك الشخصية انت، مش لمسة جوجل. برضو انك تكتب كل حاجة عنك بدون التركيز على اهدافك. لا، احنا هنكتب عننا بس لازم نركز على اهدافنا. لازم نقول لهم ايه اهدافنا من المنحة دي. ان الخطاب يكون طويل زيادة عن اللزوم او قصير زيادة عن اللزوم. احنا خلينا في الوسط، الوسطية دايما حلوة في كل حاجة. تعالوا بقى نركز على النصايح اللي هقولها دي علشان نكتب خطاب نية يتقبل في المنحة ونسافر ونبقى مبسوطين. اول حاجة اكتب بصراحة، مش لازم تبين مثالية، انت بتشرح عن نفسك، ما بتكتبش سيرة ذاتية ولا بتكتب قصة حياتك ولا بتبين مثاليتك. اكتب بصراحة اهدافك، اختيارك للمنحة، يعني اكتب بطبيعتك. خلي الخطاب مرتب كده وواضح للناس، يعني اقرأوه كده بترتيب ويكون واضح وقوي في نفس الوقت. اكتب بصيغة إيجابية، مفيش أي إحباط في الموضوع، مفيش أي حاجة أنت رفضت، مفيش أي كلام إحباط. اكتب بصيغة إيجابية وتكون واثق من كلامك وانت بتكتب كده، يكون في ثقة تخليهم يبقوا شايفينك مميز ويقبلوك. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الخطوات اللي انا قلت لكم عليها في خطاب النية اللي يخليكم تتقبلوا في اي منحة.
ما تنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني وتشيروا الفيديو ده لاصحابكم اللي عايزين يسافروا في منح وميبقوش عارفين يكتبوا خطاب نية ازاي. وبس كده. انيون.